تعرف مين هو روبرتو كارلوس مصر وصاحب أقوى قدم في تاريخ مصر؟ مش هقولك مين وهستناك انت تقولي مين في الكومنتات، بس دوس لايك واعمل كوباية الشاي المتينة بتاعتك وتعالى متعك بروبرتو كارلوس مصر وبعض أهدافه الأسطورية. وعشان نتكلم على كارلوس مصر لازم نبدأ بالهدف الأسطوري ده، هدف من عالم آخر. ازاي أصلا الفاول بيتشاط من الزاوية الغريبة دي وبيروح بالقوة دي والدقة دي؟ ايه الحلاوة دي يا عم؟ اقسم بالله يمكن ده لعيب محدش اتكلم عليه كتير بسبب انه لا لعب اهلي ولا زمالك، رغم انه افضل مسدد في تاريخ مصر. تعال سمعك كده صوت الكورة دي وهي خارجة من رجله، حاجة احلى من كلمة بحبك بالنسبة لي. يصنف من احلى اهداف الدوري المصري تاريخيا. تعال واسمع معايا. وحمزة الجمل وشاط الهدف التاني بقى معانا من مسافة لا يمكن تصدق انه هيتشاط منها اصلا وتيجي هدف كمان، وهدف هيروح بالدقة دي والقوة دي والحلاوة دي. رجل شمال لا تقل اهمية عن رجل كارلوس البرازيلي يا جماعة، اقسم بالله. ولكن الراجل مش واخد حقه، الراجل بيشوط فاولات يا جماعة من نص الملعب حرفيا. تعال معايا شوف الهدف ده كده، فاول من نص الملعب لدرجة ان الحيطة واقفة 2 لعيبة بس مش مصدقين انه هيشوط من هنا. مين مجنون هيشوط من هنا؟ ولكن ده صاحب اقوى رجل في تاريخ مصر يسدد بقوه ودقه ومهاره. هدف خرافي على يمين الحارس، هدف يثبت ان الراجل ده كان بيمتلك رجل مش طبيعيه وامكانيات جباره لم تستغل بالشكل الصحيح. وده الهدف الرابع معانا، فاول. إذا هي هدف، لا حيطة ولا حارس ولا أي شيء هيقدر يقف قدام تسديدة من الراجل ده. رجل شمال بتشوف وبتتكلم وبتسدد وبس، وهدف ولا أروع من فاول في شباك الأهلي واحمد شوبير. الراجل ده ما كانش بيشوط فاولات بس، لا وكور متحركه كمان. تعال معايا اوريك الجول ده كده ومن على بعد 45 ياردة مثلا، قول زي ما انت عايز تقول. الراجل بيسدد كوره والتانية هاتها من الشبكه يا جول في السوكه فوق خالص. عايزك بس تركز كده على مسار الكوره، طلعت لفوق بقوه تقول خلاص الكوره دي بره خالص في كشافات الاستاد حرفيا، وفي الاخر تسقط في المقص بالقوه الرهيبه دي، لا تصد ولا ترد. هدف عالمي وخيالي ياخد بوشكاش مستريح. كفايه بس تغيير مسار الكوره في الهوا ده ما فكركش كده بحاجه؟ ايوه بالظبط، كوره كارلوس، احسن باك شمال واقوى رجل في تاريخ اللعبه، وده برضو هو كارلوس المصري. الجول ده في نفس الماتش، بس الجول ده محتاج حد يشرحه لي ازاي حرفيا. ازاي التسديده دي من الوضعيه دي اصلا لجسم معدول ولا الكوره قدامه ولا تعزم عشان يسدد، رغم انها مسافه بعيده جدا نكشها كده بس نكشه صغيره تروح بالقوه والدقه دي؟ ايه الرجل دي وايه المهاره دي وايه الحلاوه دي؟ وازاي الراجل ده مش واخد حقه في تاريخ الكوره المصريه؟ وده الهدف الثالث في نفس الماتش قدام الاتحاد، وهدف مارادوني واخد الكورة من الجول للجول، رقص 1 و2 و3 و4، ولكنه عشان هو أستاذ في التسديد من بره ال 18 ما دخلش جوه ال 18، رغم انه كان يقدر وسدد من بره ال 18 تسديدة قوية من وضع الحركة على طريقة جاريس بيل بمهارة وقوة ودقة، وهدف ثالث عالمي زي الأول والتاني وكل أهداف الراجل ده. تعالوا كده معايا وحد يفهمني ازاي جول من الزاوية دي تاني يا جدعان. وش رجله الخارجي مش طبيعي، اقسم بالله دقة قوة متناسقة حاجة مش ممكن، وكمان بيحط الكورة اكنه بيسجل بايده. هدف ولا اروع، اعتقد من احلى الاهداف اللي اتفرجت عليها، وهدف شبه اهداف كارلوس الحقيقي كمان. فاول جديد والراجل ده خلاص عرفناه، هدف طبعا من غير ما نتفرج ومن غير ما نتكلم. الفاول منين؟ زي الكورة دي كده من نص الملعب، مش فارق معاه. انت حرفيا لو حطيت له تلاجة ولا بوتاجاز الراجل ده الله اكبر عليه هيسدده ويحط جول بمنتهى الدقة والمهارة والصلابة. وده اخر هدف معانا، وطبعا فاول يبقى جون رسمي فهمي نظمي ومن نص الملعب كمان، عشان اللي ما اتفرجش مرة واثنين وثلاثة وخمسة يتفرج العشرة مع. بالطبع كده كلكم عرفتوا مين أفضل مسدد في تاريخ مصر. هو صاحب الفيديو وصاحب الأهداف الجميلة أوي اللي أنا فرجتكم عليها من شوية دي. لو عجبك الفيديو متنساش تدوس لايك وتعمل شير في كل مكان وتوري الناس كلها أعظم أهداف من تسديدات في تاريخ مصر، وقول لي مين في الكومنتات مين هو صاحب الفيديو. سلام.